طيب خلوني أقول إن جماعة الإخوان طلبت الإدارة الأمريكية بضرورة عدم الاعتراف بما حدث في مصر والتعامل معه، وطلبت الإدارة الأمريكية بأنها يجب أن تتعامل معه على أنه انقلاب عسكري. وده ما جاء في المؤتمر الصحفي اللي عقد أمس في مبنى الصحافة القومية في واشنطن، وكان بحضور القيادي الإخواني عبد الموجود درديري عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، ومحمد إسماعيل ونهلة ناصر منسقين المؤتمر، وكذلك الشيخ شاكر السيد إمام مسجد الهجرة في أمريكا، ومجموعة أخرى من الداعمين للإخوان. والحقيقة أن عبد الموجود درديري وأعضاء في المؤتمر وجهوا بلهجة شديدة للإدارة الأمريكية وطالبوها ب5 مطالب لا رجوع عنهم وفقا للي قالوه. أولا، ضرورة اعتراف الإدارة الأمريكية وإعلانها بأن الذي حدث في مصر هو انقلاب عسكري على الحكم وليس اختيارا شعبيا. 2، عدم التعامل مع الحكومة المصرية أو الاعتراف بيها. مطالب وعدم الاعتراف، يعني عدم مطالبة الجماعة أيضا بضرورة التعامل مع الحكومة. 3، ضرورة قطع المعونة عن مصر والتأكيد على ضرورة عودة دستور 2012 والعمل به. أخيرا، الإفراج عن الرئيس السابق مرسي وجميع السجناء السياسيين، وحذروا الإدارة الأمريكية أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب سوف يحدث عدم استقرار ليس في مصر فقط ولكن في جميع أنحاء العالم العربي ضد الغرب. ضد الغرب. أنا قلت لكم إن إيد ربنا حنونة على المشهد لأن هي ليها جزء كبير فيه، ولما المؤتمر ده يحصل في الولايات المتحدة هرجع أربطه وهيفضل معانا كده شوية بالإرهاب المحتمل. الإرهاب المحتمل اللي احنا بنعيشه ده في مصر جزء منه إرهاب، لكن الإرهاب المحتمل هو اليمن، هو سوريا، هو اللي هيحصل في أمريكا.